فككم من شكلي او صوتي لان انا تعبانه وبس. ما ينفعش ان انا افوت ماتش النهارده، لازم اطلع اتكلم عليه. يعني احنا مفكنا من المنظر والصوت، يعني ركزوا بس معايا في الكلام. طب ما انتوا حلوين اهو وبتكسبوا سكور، امال ما كسبتوش سان داونز ليه؟ يعني بجد والله، هو انتوا جايين تفوقوا واحنا خلاص كده يعتبر خرجنا من افريقيا؟ انا مش فاهمه بجد والله مالكوا، يعني جايين تفوقوا دلوقتي واحنا خلاص يعني يعتبر مع السلامه افريقيا. انا بصراحه يعني انا بحب النادي الاهلي، وطبعا يعني فوزه بيفرحني، يعني حتى في اصعب لحظاته واسوأ لحظات النادي الاهلي احنا فرحانين بس بشوفة النادي الاهلي. لكن انا اصلا مش طايقه اللعيبه من اول واحد لحد اخر واحد، وحياة ربنا، بعيدا عن كهربا وبيرسي تاو. بيرسي تاو الفترة اللي فاتت دي كان كويس جدا، حتى في ماتش سان داونز كان هو الوحيد اللي بيلعب. وكهربا النهارده سجل هاتريك. والله يا ابني اقسم بالله انا بحبك وفرحانه علشانك، لاعب سالك وربنا بيحبك وحياة ربنا. فالواحد فرحان يعني بسبب يعني ان بسبب كهربا وبيرسي تاو، بعيدا بقى عن اللعيبه اللي مش طايقينهم اساسا ومش طايقين نشوف وشهم، لان هم السبب في اللي احنا فيه دلوقتي. يعني انت صعودك في ايد فرق تانية، متخيل؟ يعني صعودك في ايد فرق تانية، والفرق التانية الله اعلم بقى هيتفقوا مع بعض عشان يخرجوك، لان هم اساسا ما بيحبكش، فمش عارفين بصراحة. دي حاجة بتاعت ربنا. ولكن انا فرحانة جدا لبيرسي تاو وكهربا ابننا. انا عايزة اقول بس يا عم كولر بالله عليك، كهربا ما يقعدش دكة. كهربا يا جدعان ما يقعدش دكه وحياة ربنا. شفتوا اللاعب اول ما نزل اتخبط في دماغه سجل هاتريك. طب احنا ايه يعني نتعاقد مع واحد اول ما اللعيبه تيجي تنزل كده يخبط اللعيبه ويبطحها في دماغهم عشان يلعبوا كويس ويسجلوا اهداف؟ يعني مش عارفين والله نقول ايه يعني. بس يعني بتمنى من ربنا وبدعي والله العظيم، عشان انا ما بحبش اشوف فريقي يعني منهزم بالطريقه دي، مستسلمين بالطريقه دي. ما بحبش اشوف فريق واقع مهما كان، ده فريق وهفضل اشجعه وهفضل اسنده لاخر العمر. فبتمنى من ربنا ان سان داونز يكسب بكره علشان نصعد، يعني مع ان اللعيبه دي ما تستاهلش ان هي تصعد ابدا والله، بس انا حزينه ان انا مش هشوف اسم فريقي في افريقيا وبيخرج بدري. فان شاء الله خير، وبكره نطلع نتكلم ونقول ان احنا فرحانين بصعود النادي الاهلي.